السلام عليكم. تعالوا نعمل مع بعض وصفة اندومي هتضرب كل الوصفات بالنار، بس ما عدا الوصفتين بتوعي اللي في القناة. الوصفة دي تجنن وخطيرة وتخلينا كده نسيطر على جوع آخر الليل اللي مش عارفين نعمل فيه ايه ده. وكمان مشبعة جدا لو عملتيها في وجبة غدا. وأهم من كله ده هتخلي أمهاتنا ما يختلفوش على الاندومي وهم اللي هيطلبوها بنفسهم. اول حاجة بقى طاسة على النار هنزل فيها ب3 معالق من الزيت. اول ما يطفوا بسيط كده هروح نازلة بمعلقة صغيرة من التوم المفروم. اول ما التوم المفروم ياخد معايا لون بسيط كده هروح بقى مطفياه بمعلقتين من الخل. اول ما الخل يبتدي بقى ريحته تطلع معايا كده ويغلي غلوة واحدة بس، هروح نازلة عليه بطماطم مقطعة مكعبات. لو ملكيش خلق ممكن تضيفي يعني تبشريها او تحطي صلصة طماطم، بس بلاش عصير طماطم. تمام كده. خلاص بقى هروح نازلة عليها بمكعبات من الفلفل، رومي او حامي براحتك على حسب ما انت تحبيه يعني. ياخدوا غلوة بقى كده مع بعضيهم وهبتدي بقى ابهرهم بالبهارات بتاعتنا. حابة تضيفي بهارات الاندومي براحتك. انا يعني ضد ان انا احط البهارات بتاعته علشان مادة الجلوميتات اللي فيه اللي يعني مادة مسرطنة جدا والملح الصيني. فانا بقى ضفت هنا حاجات من البيت. معلقة كبيرة من البابريكا المدخنة ومعلقة صغيرة من الكزبرة والفلفل الاسود ونص معلقة من الكمون ومعلقة ملح ونص معلقة سكر علشان تعدل لي حموضة الطماطم. مقادير الوصفة كلها موجودة في صندوق الوصف أسفل العنوان. بهاري بقى التسبيكة الجميلة والصلصة الجميلة دي وسبيها تتسبك جامد والمية يعني الصوص بتاعها ينشف. هنزل عليها بقى بنص كوباية كبيرة من المية تغلي غلوة بسيطة كده يعني نمكس الطعم في بعضي. هنزل عليها بكيسين من الاندومي. في الحقيقة طبعا الاندومي مقاطعة، لكن الكيسين دول عندي ليهم فترة كبيرة. يعني ولادي جايبينهم وانا ضد ان انا اعملهم، بس لما غيرت ما حطيتش التوابل فيعني حسيت كده شوية ان انا لا مش عاملة حاجة خطر قوي. خلاص سبتها دقيقتين على الجنب الاولاني استوت ورحت جيت بقى قلبة الجنب التاني. هسيبها على الجنب التاني برضو دقيقتين. هبتدي بقى افرفطها كده وافرفرها من بعضها يعني وامكس القطع مع بعض. إيه ما تنسوش يا جماعة انا عاملة الاندومي بطريقة طبيعية خالص من المكرونة الاسباجيتي، وصفة خطيرة والكل جربها. وعاملة كمان الاندومي إيه رامن الكوري برضو بالمكرونة وبتوابل طبيعية جدا. انا قلت لكم انا ضد يعني انا باخد المكرونة بس من الكيس، لكن انا ضد المكونات التانية اللي بتيجي مع الاندومي. حابة تحطيها براحتك. شايفين بقى الاندومي انا سبته كمان غطيت عليه دقيقتين يشرب من بعضيه ويضطر، بس ما يضطرش قوي، انا بحب فيه سنة مضغة كده. ويا ريت لو وصلتوا لحد هنا متنسوش اللايك والاشتراك في القناة لو مش مشتركة علشان يوصل لكم مني كل جديد. حقيقي وصفة جميلة وفي الشتاء كمان بتدفي وخطيرة. لو عملتيها في وجبة غدا هتبقى مشبعة، عملتيها في جوع آخر الليل براحتك خالص. حابة تكتري المية وتخلي فيها صوص براحتك، أنا ما بحبش الصوص فيها، أنا بحبها كده ماسكة نفسها. بجد الطعم تحفة ووهمي، جربوها وهتكتبولي في الكومنت